إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ام شريف. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده جايبه لكم فكره حلوه قوي لسن السكاكين. معظمنا بيشتكي جدا ان السكاكين بعد فتره بتتلم وما بتبقاش حاميه خالص. بصوا مفيش خالص. ان شاء الله هنعمل فكره حلوه قوي نسن بها كل السكاكين اللي عندنا، سواء شاطور، سكينه، مقص، المخرطه، القطاعه بتاعه البسبوسه دي ما بتقطع برضو حاجات تانية، القطاعه بتاعه التورته، اي حاجه عندك، المخرطه، اي حاجه عندك ان شاء الله هنسنها. عندك حلين ان شاء الله، هقول لكم على كذا حل وكذا بديل. لو انتوا ما عندكوش ده يبقى في ده، يبقى في ده. اول حاجه، حتى لو انت سنه السكاكين وانت بتستخدمي في المطبخ، خلاص انت بتعملي اكل، بتمسكي السكينتين في بعض كده، بتقومي جايه عاملاهم كده. حتى لو انت سناهم، يعني قبل ما تقطعي على طول امسكي سكينتين في بعض، اديك تكون بعيده واعمليهم في بعض كده، تخلي السنان من هنا. بصي اهي كده اهو، خبطتين السكينه هتحمى معاكي. ده في اليوم الطبيعي اهو، بالشكل ده كده اهو، هتلاقي السكينه حمت معاكي خلاص. دلوقتي احنا السكاكين بتاعتنا تلمت، هنعمل حلين. هقول لكم الاول الحل الاولاني. انا عامله الحته ديت لسن السكاكين. انا جبت حته خشبه بالشكل ده وحطيت عليها حته من الصنفره. الصنفره دي رخيصه، بتروحوا تجيبوها من عند اي حد بيبيع حاجات البويات او بيبيع المسامير والحاجات دي. هاتي حته صغيره، مش هتعمليها على حته خشبه زي ما انا عاملاها كده. انا عاملاها عشان تسهل عليها وتبقى موجوده على طول بدل المسن. يعني اجيب السكينه او المقص واسنه عليه. ممكن انت لو مش هتعملي كده، ممكن تجيب الصنفره وتحطيها زي ما هي، او تتنيها على السكينه وتمشي عليها السكينه بس. طبعا كده افضل. انت هتسني بيها وتحطيها في درج المطبخ، لما تعوزي تسني سكاكين هتطلعيها وهتبقى معاكي سهله جدا. هتمسكي السكينه كده وبصوا اهو، بسم الله اهو، تمشيها. السكينه فيها خرفش، قصدي الصنفره فيها خرفشه عامله زي الحجر بتاع المسن اهو. بالراحه على ايديكي اهو. شوفي انت بتسني السن كله اهو. وتتضيري برضو الجنب التاني بجنب السكين اهو. ماشي. هنقول دلوقتي حتى لو السكينه كده انت بتسني حرف السكينه ديت، طبعا هنيجي للمقص نفس الطريقه اهو. هتعملي اهو، تضيري الناحيه التانيه اهو بالشكل ده. نعكس برضو الناحية التانية ونعمل نفس الطريقة. طبعا كل اللي احنا كل السكاكين، كل المقصات هنعملها بالشكل ده. طيب انت مش في مكان فيه صنفرة او مش هتعرفي تجيبي الصنفرة عشان تسني السكاكين بتاعتك، الموضوع سهل جدا. عارفين السفنجة اللي بتتباع ديت اهي، حتى هي بصوا مكتوب عليها، بصوا عايزة اوريكم. بصوا اهي، بتنضف الخشب، بتنضف الحلل المحروقة، بتنضف البراد الاستانلس من بره. شايفين؟ بتسن برضو السكاكين اهي، شايفينها اهي، حلوه جدا دي. انا جايباها عشان لو عندي حاجه في الحلل محروقه من بره كده ولا حاجه، ايه بتنضفها اهي. بصوا خشنه جدا برضو زي الصنفره. ما عندكوش الصنفره، السفنجه دي هاتيها وهتنفعك برضو في حاجات كتير. هتقولي بسم الله الرحمن الرحيم اهوت اهي. دي بقى ما تخافيش. شايفين عملت في السفنجه؟ شايفين البراده اللي هي طلعت من الصنفره اللي طلعت بسبب التفاعل بتاع سن السكينه اهو. هتعمل بقى كده اهوت اهو، بسبب التفاعل اهو. بصوا سهله جدا. بصوا بقى هي عملت ايه. كل الحاجات انتوا شايفين طبعا اللي حصل في السفنجه ده دليل ان هي اتسنت كويس، لان الحاجات اللي فيها طلعت مكان في السفنجه.
وبرده زي ما بقول لكم خلاص احنا سنينا سكاكين نخلي بالنا منها، لان بتقعد اول يومين بتبقى حاميه جدا، وبعد كده مع الجو والكلام ده فبتبرد تاني شويه، بس بتبقى سنها حامي. تقومي جايه ماسكه السكينتين في بعض كده اهو، بصوا زي ما انا شايفه كده اهو، شغل الجزارين بقى، شايفين بتلاقوا الجزار يمسك السكينتين في بعض كده اهو، بصوا اهو بيتسنوا معاكم ويفضل معاكم مسنونين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى لايك للفيديو، ولو حابين تشتركوا في القناه اشتركوا ونوروني، واتمنى ان الفيديو يكون والفكره دي تكون عجبتكم. والفكره دي سهله جدا تقدروا تعملوها، ما فيش اي مشكله. خشبه وتجيبوا الصنفره وبتقفلوها عليها، او مش ضروري تقفلوا الصنفره، تجيبوا الفرخ الصنفره وتتنوه وتسنوا بالسكينه من غيرها، هي ارخص طبعا من السفنجه. اتمنى الفكره تكون عجبتكم، بشكركم جدا، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش لايك للفيديو.